السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زهقنا بقى من اكل العزومات والفراخ واللحمه والكلام ده كله، وبعدين عايزين نوفر شويه ونعمل اكلات اقتصاديه. يلا بقى هنعمل اكله النهارده هتعجبكم جدا وولادك هيطلبوها باستمرار. جميله جدا جدا جدا. ممكن تضيفي لها اضافات كتير قوي 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 كمان من عندك علشان تدخلي فوائد كتير لولادك. هنعمل ايه؟ العجه المصريه بس على طريقتي. يلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول ونعمل لايك للفيديو ونشير الفيديو لكل حبايبك واصحابك. يلا بسرعة اعملي مشاركة للفيديو على صفحتك عشان وقت ما تعوزيه تلاقيه. شايفين؟ جميل بالعيش بقى، واعملي احلى سندوتشات. جميل بجد 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 خطيرة. يلا بقى نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. اول حاجة انا معايا بطاطستين كبار، هبشرهم كويس جدا، او بطاطسايه كبيره، الكميه اللي انت تحبيها على فكره. هنبشرها بالناحيه الناعمه، وبعد كده هنغسلها كويس بالميه، وهنصفيها ونعصرها كويس جدا جدا من الميه. احنا هنشطفها اهو عشان ننزل النشا اللي فيها كده، وهنبدا نعصرها كويس جدا. اهو بتعصريها بايدك بس كده عادي خالص. بس وكده البطاطس جاهزه معانا. ممكن انت بقى تبشري كمان جوزه انا اسفه، تبشري كوسه تبشري جزر. الكوسه والجزر دخلوا في بعض. وبعد كده هنقطع مكعبات فلفل، مكعبات صغيره جدا، وهنحط معاهم بقى قرن فلفل حراق كده للي بيحب الحراق. واحد مش هيأثر يعني، بس هيطلعها طعمها حلو قوي. هتقطعيها مكعبات صغيره على قد ما تقدري. شايفين؟ وكده بنبقى خلصنا البطاطس والفلفل بتاعنا. عايزه تعملي كوسه اعملي، عايزه تعملي اي حاجه اعملي. هنا بقى كان عندي حتتين سوسيس في الفريزر، قلت اطلعهم واقطعهم مكعبات صغيره. عندك لانشون قطعي وحطي، ما عندكيش مش مهم خالص، اللي عندك في التلاجة حطيه. هروح بقى على الطاسه، على النار كده، واحط طاسه. انا مالي مهيسه النهارده يا جماعه، سامحوني الصيام بقى. هحط بقى معلقتين 3 زيت كده، وهنزل عليهم ببصلايه متخرطه اهي. بصلايه كبيره كده متخرطه. عايزه تزودي كميه البصل زودي، كميه الخضار اللي بتضيفيها دي حاجه ترجع لك انتي ولا على حسب كميه العيله بتاعتك. هدبل البصل بس، انا مش عايزه احمره، انا هدبل البصل معايا بس. زي ما انتوا شايفين كده بدأ البصل يدبل معايا. يلا بقى قولولي في التعليقات بتشوفوني من اي بلد وبتتابعوا فيديوهاتي ولا لا، وهل فيديوهاتي بتعجبكم ولا لا. هنا بقى هنزل بالفلفل، وحطيت حتة فلفل الوان علشان تدي لون حلو كمان في العجة. كان عندي حتة فلفل احمر قطعتها، وهشوحها برضو لغاية ما الفلفل يدبل. انا مش عايزاه دبلان قوي يا جماعة، انا مش عايزة الخضار يدبل قوي. قلة تفاعلكم مع الفيديوهات بيمنع وصول الفيديوهات الجديدة اول باول ليكم. هنا بقى هضيف حتة تومة صغيرة كده مفرومة، هتنقل الريحة والطعم معايا في مكان تاني خالص. وهشوحها برضو لغاية ما ريحة التوم تطلع. انا مش بسوي الخضار، انا بدبله معايا بس. بعد كده هضيف بقى لو عندي سوسيس او لانشون او اي حاجه في التلاجة عايزه اضيفها، حته فراخه بايته كده تقطعيها، حته لحمه. لو عندك، ما عندكيش خلاص بتضيفيها كده وتاخديها تشويحه برضو مع الخضار. لو ما فيش يا جماعه مش مهم، كفايه الخضار بس. كده كله تمام معايا. هشيله على جنب بقى. هنزل البطاطس اللي انا عصرتها كويس جدا، برضو هاخدها تقليبه كده مع الخضار، تتدبل كده مع الخضار وتاخد من طعم الخضار. انا ما ضفتش اي حاجه غير الزيت والبصل والفلفل والثوم والبطاطس وحته السوسيس اللي كانت عندي. ما عندكيش انت خالص مش مشكله. عايزه بقى تضيفي جزر مبشور، كوسه مبشوره، في المرحله دي ممكن تضيفيها مع البطاطس كده وتشوحيها تدبليها هي كمان. كده هركنها على جنب لغايه ما تبرد خالص، الخضار لازم يبرد معايا. هروح في بوله بقى واحط 3 بيضات. برضو البيض على حسب كميه الخضار اللي انت عاملاها وعلى حسب عدد افراد اسرتك. ودي نص كوبايه من الحليب هنزل بيهم على البيض. وابدأي بقى بهاري، هحط كمون وهحط فلفل اسود وهحط ملح. عايزه تحطي شويه بابريكا حطي، عايزه تحطي اي بهارات بتحبيها حطيها.
انا حطيت كمون وفلفل اسود وبابريكا وهحط ملح. الملح طبعا على حسب ذوقك، وهقلب ده كله مع بعضه جدا بالمضرب اليدوي كده، اخلطه كويس قوي. البيض والحليب مع البهارات لازم يختلطوا كويس جدا. بعد ما قلبتهم كويس جدا هبدأ اضيف لهم 3 معالق من الدقيق، 3 معالق بس. وهتقلبي، ولو احتجتي دقيق هتضيفي، بس المقدار ده هو 3 معالق اللي انا حطيتهم. هحط بقى معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر، نص معلقة كده من المعالق الكبيرة او معلقة صغيرة، وهرب كويس جدا. البيكنج باودر بيخليها هشة وخفيفة جدا. هقلب بقى كويس جدا لغاية ما الدقيق ينعم خالص مع الخليط ويبقى خليط سايب كده وجميل، مفيش فيه اي تكتلات. هنزل بقى، عندي طماطمايه كبيره متخرطه قطع صغيره، مكعبات صغيره، ومعايا شويه خضره بقدونس على كزبره، وهقلب كله كده مع بعضه مع خليط البيض واللبن والدقيق. وبعد الخضار ده ما بارد تماما هبدأ انزل بيه على الخليط. طريقة سهلة جدا واكلة جميلة، ولادك هيحبوها جدا وهياكلوا كل انواع الخضار من غير ما يغلبوكي. هقلبهم كويس جدا بقى، وكده خلاص كل حاجة جاهزة معايا. اهم حاجة تخلطيهم كويس. ما تنسيش تقولي رأيك ايه في التعليقات في الفيديوهات، ولو عايزة اي وصفة قوليلي وانا اعملها لك من عينيا. كده هشيل بقى المضرب بتاعي ده، وهجيب لي سباتولا كده اقلب والم كده كل اللي في الجناب. ومعايا الصينية بتاعتي اللي هحط فيها ده، اقلب البايركس الوسط دهناه بالزيت، هنزل فيه بقى بالخليط بتاع العجة بتاعتي. ما تخافيش، هي هتمسك وهتبقى زي الفل. عايزه بقى، في الناس بتحب الجبن، لو عايزه تحط لها شويه جبنه رومي او جبنه موتزاريلا مع الخليط ممكن، او على الوش ممكن. انا مش هضيف لها اي حاجه. هي كده وجبه متكامله وجميله جدا، مع شويه عيش بقى وشويه سلطه او شويه ترشي، وهتبقى جميله جدا. هسويها عشان يبقى كله سوا واحد، وهدخلها الفرن. بتاخد تقريبا نص ساعه، وبتاخد لون جميل من فوق ومن تحت، وبتبقى زي الفل. هنشوفها بقى بعد ما تخرج من الفرن، بجد بجد خطيرة. حلاوتها بقى وهي سخنة، وتقطعي كده على طول، وسندوتشات للأولاد في عيش فينو وفي عيش بلدي، كله شغال وكله زي الفل، مع حتتين ترش كده. يا سلام يا سلام، يا جماله يا جماله. هتدعيلي بجد بجد. اعمليها قبل الفطار يلا، ما بتاخدش منك نص ساعة، وهتكوني حطاها جاهزة على الفطار. منه توفير ومنه تغيير. يلا بقى استنوني في فيديو جديد، ومستنية رأيكم في التعليقات. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. في رعاية الله.